انتوا عارفين ان فريد شوقي اتسجن لمدة 6 شهور؟ انا حبيبة مصطفى في سر جديد من اسرار ابيض واسود. النهاردة معانا موضوع مميز جدا، لان الفنان اللي هنتكلم عليه النهاردة هو واحد من اعظم واقوى النجوم اللي عرفتهم السينما المصرية، وهو فريد شوقي اللي كلنا عرفناه بلقب وحش الشاشة. بس مش هنتكلم عن افلامه اللي كلنا حافظينها، لكن هنتكلم عن اسرار وحكايات من حياته الشخصية اللي محدش يعرف عنها حاجة. يلا نبدأ. اتولد 30 يوليو 1920. فريد شوقي ما اتولدش نجم ولا اتولد من عيلة غنية، بالعكس ده كان من أسرة بسيطة جدا، وده كان ليه تأثير كبير قوي عليه. أهله كانوا دايما شايفينه إنه لازم يركز على التعليم العادي ويشتغل شغلانة محترمة، لكن هو بقى كان عنده حلم إنه يبقى نجم كبير، وفعلا دخل معهد الفنون المسرحية. ورغم اعتراض والده في البداية، وده كان تحدي كبير جدا، لأنه كان محتاج يثبت لنفسه ولأهله إنه فعلا عنده موهبة وإنه يقدر يحقق نجاح في مجال صعب زي السينما. واحدة من الحكايات اللي ناس كتير ما يعرفهاش عن فريد شوقي إنه اتحبس فعلا لفترة قصيرة. في بداية حياته حصلت خناقة عنيفة وقوية جدا بينه وبين واحد، وده خلاه يتحبس لمدة 6 شهور. الفترة دي أثرت فيه جدا، لأنه ابتدى يشوف الدنيا بطريقة مختلفة تماما، وإنه لازم يحسب لكل خطوة في حياته بعناية شديدة جدا. ومن هنا بقى ابتدت حياته تتغير بجد، وقرر إنه يركز في مشواره الفني ويبعد نفسه عن أي مشاكل. فريد شوقي عاش قصة حب من أشهر قصص الحب في الوسط الفني مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان. اتجوزوا وكانوا فعلا مثال للزوجين اللي بيحبوا بعض جدا، لكن برضو علاقتهم ما كانتش سهلة خالص. كانت الغيرة الفنية بين الاتنين دايما موجودة، خصوصا ان كل واحد فيهم كان نجم كبير لوحده وليه اسم. بس رغم كل الصعوبات دي هما كانوا دايما بيدعموا بعض في الشغل والحياة الشخصية. العلاقة دي استمرت فترة طويلة جدا، وكانت مليانة لحظات حلوة وأزمات، لكن اللي كان بيجمعهم دايما هو حبهم للفن ولعيلتهم. الناس دايما فاكرين ان فريد شوقي الممثل، لكن قليل قوي اللي يعرف انه كمان كان كاتب ومنتج. كتب سيناريوهات كتير جدا، وكان ليها دور في صناعة الأفلام اللي بيقدمها. ما كانش بيمثل بس، لا ده كمان كان مهتم جدا بكل تفاصيل الفيلم من السيناريو للإنتاج، وده اللي خلاه يشارك في صناعة أفلام عظيمة زي جعلوني مجرما. الفيلم ده مش بس كان فيلم ناجح، لكن غير قانون في مصر بمنع قيد سابقة جنائية للشباب اللي ارتكبوا جرائم وهم صغيرين. فريد شوقي كان دايما بيدور على انه يقدم حاجة ليها معنى وتسيب أثر. فريد شوقي شارك في أكتر من 300 فيلم، وده كان رقم ضخم جدا لأي فنان. أعماله مش بس نجحت في مصر، لا دي كمان وصلت للسينما العربية كلها. أفلامه كانت بتعبر عن قضايا الناس البسيطة، عن الراجل اللي بيحارب الظلم والفساد ودايما بينصر الحق، وده اللي خلى الجمهور العربي كله يحبه ويحس انه واحد منهم. افلام زي كلمة شرف والفتوة هتفضل دايما في ذاكرة الناس. في النهاية اتوفى فريد شوقي 27 يوليو 1998. فريد شوقي واحد من الاسماء اللي هتفضل منورة في تاريخ السينما المصرية والعربية. حياته كانت مليانة تحديات وصعوبات، لكنه قدر يتغلب عليها ويبقى وحش الشاشة اللي كلنا بنحبه. لو ما شفتوش أفلامه القديمة أنصحكم جدا إنكم ترجعوا تشوفوها، لأنها مش بس مسلية، لكنها بتتكلم عن قضايا إنسانية حقيقية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن مين الحلقة الجاية.